عسلامة، مرحبا بيكم الناس الكل. اليوم نحب نحكي على اللي صار في ماتش الترجي والملعب المالي اللي وفاه 0-0، واللي كان في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات متاع رابطة الأبطال الإفريقية. أول حاجة لازم تتقال هي اللي براندمون كيما هذا وانترينور كيما ماهر الكنزاري الترجي اونيتمون ما عندها وين توصل في الشامبيونز ليج السنة. ثالث ماتش على التوالي الترجي يعجز على التسجيل، ولا بلغة أخرى خلينا نقولو من اللي خرج البليلي في بليسور في ماتش الدربي ومعاه ينساس الترجي يعجز على التسجيل. فما جملة قال عصام الشوالي في تعليقه على ماتش اليوم وكان عنده فيها الحق بصراحة. يوسف البليلي يمثل 80% من هجوم الترجي، كان مش 100%. بين بالكشف اليوم اليوسف البليلي كان سد باب بلا في الترجي، سورتو مع المواطنين اللي قاعدين يلعبوا اللي ما غير ما نسميهم خاطر الناس الكل تعرف على شكون نحكيو. نبداو بالتشكيلة اللي اختار يهبط بها الكنساري اليوم كونتر الملعب المالي، واللي الحق متاع ربي لاحظت اللي ماهر الكنزاري عاود فيها نفس الغلطة متاع العادة، كوناتي كإلي غوش. دونك عندنا بشير بن سعيد جارديان، في محور الدفاع نلقاو ياسين مريح وحمزة جلاسي، كظهير أيمن نلقاو محمد بن علي، كظهير أيسر عنا محمد أمين بن حميدة كالعادة، في الوسط نلقاو حسام تقا وقبيلو وشهاب الجبالي، على طرف كسيلة على اليمين وكوناتي على اليسار، وفي الهجوم نلقاو الحاضر الغائب فلوريان دانو. ترجي دخل ضاغط وحاول يصنع الخطر من الدقايق الأولى، لكن لقى قدامه دفاع منظم برشا ومسكر كيما يلزم المنافذ الكل لهجوم الترجي اللي بطبيعته يعاني اليوم بسبب لعنة الإصابات. وقت اللي يضربوا لك زوز من أهم اللاعبية في الليكيب، وهوني نحكيو على يانساس ويوسف البليلي، حاجة عادية برشا باش نلقاو مشاكل في صنع اللعب، سورتو اليوم الميليو متاع الترجي كان ياسر رزين في تخريج وتوصيل الكرة، مارينيش لاغريسيفيتي والقرحة متاع العادة متاع قبيلو، برشا رعونة من شهاب الجبالي، ونختموها بحسام دقاء اللي يكثر بشدين الكرة والبطء في كل تونتاتيف متاع ترانزيسيون. الانتشار المنظم من لاعبية الملعب المالي والبطء الكبير في صنع الهجمة للترجي والاختيارات الغريبة لماهر الكنساري خليو الترجي اليوم يتعدى بجنب الحدث ويعجز باش يماركي ملغري زوز ولا 3 فرص واضحين، كوناتي وتقا ودانو معرفوش يتصرفوا فيه. الحقيقة متاع ربي مردود محير، وكان ما يكونش هذا آخر ماتش للترجي مع ماهر الكنزاري، الترجي صعيب ياسر كان تعمل حاجة في الشامبيونز ليج سنة. برشا ديشي تكنيك، برشا تخلويض وتفلسيف في لي شونجمون، واللي أهم من هذا الكل وقتاش باش يفهم الكنزاري اللي كوناتي عمره ما كان إلي غوش، وكي تلعبوا إلي غوش عبارة تلعب ب10. برشا نقاط للمراجعة في الترجي فنيا وإداريا، مازال عنا الوقت باش نصلحوا، وكان تبعوا لو بون بلان داكسيون ونجيبوا ملاعبية في قيمة الترجي ما فما كان الخير. تنرجعوا نحكيو أكثر على التفاصيل وتداعيات الماتش هذا والأجواء ولعب الترجي ككل المدة الأخرى، وشنية لازم يتعمل بصفة عاجلة كان نحبوا ننافسوا بجدية على الألقاب الممكنة لكل سنة، وأهمها تشامبيونز ليج بالطبيعة.